بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم لقمة القاضي او الزلابية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. مكونات كلها موجودة عندك في البيت، مش هتحتاج ان انت تجيب اي حاجة من بره خالص. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لكم الطريقة والمقادير. معانا كوبايتين دقيق، المفروض يا جماعة كوباية نشا، انا ملقتش عندي غير نص كوباية، وثلاث معالق لبن بودر ومعلقة سكر وذرة ملح صغيرة. بس بصراحة برضو نص كوباية نشا كويسة يعني، وطلعت ما شاء الله هشة وجميلة ومقرمشة. معانا طبعا مية سخنة للعجن، تكون دافية كده يعني، مش سخنة قوي. ونبدأ بقى نحط كل المكونات دي في بولة ونعجنها كده بالمضرب. العجينة بتاعتها بتكون خفيفة كده، مش زي عجينة الكيك، أخف من عجينة الكيك شوية. دي نص كوباية النشا، معلقة سكر وذرة الملح، واللبن البودر برضو بيديها طعم جميل قوي. هنخلط بقى المكونات كده وهي جافة، وهنبتدي بقى نضيف المية. المية تكون دافية برضو، مش سخنة قوي عشان الخميرة تتفاعل. ده طبعا كيس خميرة فورية أساسي هنا في الوصفة. وهنخلطهم مع بعض. الكمية دي يا جماعة برضو عملت لي كمية كويسة قوي، أنا قعدت معايا يومين وما شاء الله عملتها وطلعت زي الفل. باتت لتاني يوم وقالتها وبرضو جميلة قوي. بصوا بقى نبتدي نعجن كده بالمية. بس ما شاء الله عجين قوامها عامل ازاي، قوامها خفيف. هو لازم تبقى كده اخف من عجينة الكيك بشوية. ونسيبها طبعا تخمر، اساسي لازم تخمر. بصوا لما بتخمر ما شاء الله تحس ان الخليط بيتقل شوية. تعالوا بقى اعرفكم على الجهاز بتاع لقمة القاضي دوت. ده جالي هدية من بنت عمتي حبيبتي، يا رب يديها الصحة يا رب ويشفيها ويخليها لولادها. ادعوا لها يا جماعة من فضلكم. بصوا فقلت اما اجربه، انا بصراحة اول مرة استعمله. قلت بقى ما اعمل كده الزلابية واجربه معاكم على الهوا كده واصورها لكم. وبصوا بقى انا اكتشفت ان هو مكتوب على الجهاز الطريقة، لقيت مكتوب فيها معلقة بيكنج باودر صغيرة. فقلت بقى ايه اما اضيفها كده واشوف ايه اللي هيحصل يعني. وبرضو مكتوب على الجهاز ان احنا ندهنه بالزيت قبل ما نضيف في الخليط، فبرضو دهنته بالزيت، قلت عشان امشي ايه في الخطوات كلها صح. بصوا بقى اول واحدة طلعت كبيرة طبعا عشان اول مرة استعمله، بس هو ما شاء الله سهل وجميل. هو بصراحة يعني مش بيطلع كل الوحدات قد بعضها، بس الرك على الطعم بقى. طعمها الصراحة هشة كده ونافشة وجميلة وما شربتش زيت خالص. وحتى لما بيتها تاني يوم وعملتها ما شاء الله ما جرالهاش اي حاجة. وبصوا معانا بعد ما قالتها، بسم الله ما شاء الله. بصوا جميلة ومقرمشة، بصوا من جوه منفوخة ازاي وهشة خالص، وحتى مش شاربة زيت ولا اي حاجة. انا عملت كده طبق بالسكر البودرة وطبق بالعسل شربات كان عندي في التلاجة. يا رب بقى الوصفة لو عجبتك ما تنسينيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب والدعوات الحلوة بتاعتكم، وتنسوش بقى تدعوا لبنت عمتي ربنا يكمل شفاها على خير، ويبقى جزاكم الله خيرا. بألف هنا والشفا يا رب، ان شاء الله هجربها وتعجبكم. مع السلامة.